عاوز أعمل محتوى كرتون أتربح منه. الموضوع ده سهل ولا صعب؟ لا، الموضوع سهل. بص كده معايا على جزء من الفيديو ده. حلقة الحبايب في عيد الحب. يا عم انت سامع؟ فاضل يومين على عيد الحب. هو لسه بيجي؟ أنا كنت فاكره اتلغى مع المناسبات اللي مش بنحتفل بيها غير على الفيس. لا، ده عيد رسمي، واللي ما عندهمش حبيب بيناموا بدري. حتى اسأل سيد أحمد سيكا. طب كويس إن بحترم كلام سيد أحمد سيكا وهعمل اللي يقولي عليه. والنبي بلاش تهريج، الناس بتشتري دباديب وسلاسل وقلب وبتاع. دبدوب إيه بس يا بنتي؟ ده أنا جبتلك وردة السنة اللي فاتت ولسه بتقولي كانت بلاستيك. ما هو علشان فضلت عايشة لحد دلوقتي، استثمار طويل المدى. طيب نحتفل السنة دي بحاجة مختلفة؟ زي إيه؟ ولا أنت بتضحك عليا؟ نروح ناكل كشري، نشرب عصير، نشاهد فيلم رومانسي، ونقول لبعض كل سنة وإحنا جنب بعض ومع بعض. النهاردة هعلمك ازاي تعمل محتوى كرتون، ازاي تعمل كرتون كامل، ازاي تعمل فيلم كرتون كامل بطريقة بسيطة وسهلة. وتقدر اللي انت تعمل بيه قناة على اليوتيوب، تقدر تعمل بيه على التيك توك، تقدر تعمل بيه على اي منصة وتتربح منه. فتابع معايا الشرح، وإذا ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك أي فيديو جديد. ويلا بينا على الشرح. حابب تتعلم؟ تابعنا على اليوتيوب. سيد أحمد سيكا دايما عنده المطلوب. كل جديد بكل أول حاجة تخش على الشات جي بي تي، تقول له عاوز بنت وولد قاعدين في كافيه كرتون. بعد كده يجيب لك الصورة. بعد كده تاخد الصورة تعمل بيها، تقول له عاوز صورة من كتف البنت مرة ومن كتف الولد مرة، بحيث ان يجيب لك من الزاوية دي ومن الزاوية دي. بعد ما تعمل بقى الشخصيتين اللي هي من الكتف ده والكتف ده، تمام. تبدأ بقى اللي انت تقول له عاوز تعمل السكريبت بتاعك، اللي هي بقى الحوار اللي هيدور ما بين الواد والبنت. انا كتبت له عاوز سكريبت الولد وبنت بيتكلموا عن المفروض يعملوه لتجهيز فرحهم بطريقة كوميدية. عاوز الحوار باللغة المصرية العامية ودستور انتر. بدأ يعمل لي السكريبت، عمل لي القصة اهو. بعد ما بقى معايا اللي هو الشخصيتين والصور ومعايا السكريبت، اعمل ايه؟ اخش على الموقع اللي انا كنت سايبهولك في اول تعليق. بعد كده نخش على جنريت ميديا، وبعديها اللي هي ايه عشان نحول التكست لصوت عشان نعمل الاصوات. بعد كده من اليمين ندوس سنجل. المفروض هنعمل بقى لكل واحد ايه الصوت بتاعه. هنخش على اول حاجة على سارة، ناخد اول حاجة في الحوار. بس قبل ما نحط اللي هو الحوار بتاعها، نفتح قوسين ونكتب عاوز الحوار باللغة العامية المصرية، واقفل القوس اهم حاجة عشان ما ياخدش الحوار مع الكلام، واحط الحوار بتاع سارة. بعد كده نختار الصوت من هنا،
نشوف الصوت اللي احنا عاوزينه ونختاره. Ready to build something awesome today? What idea do you want to bring to life? ماشي، الصوت ده حلو، نختاره بعد كده ندوس رن. لا يا حبيبي، انت مش هتهرب، انت هتتجوزني غصبا عنك. ندوس على 3 شرط وندوس داونلود. اهم حاجة ترتب الاصوات، عشان ايه؟ بعد كده تعرف الحوار الاول من التاني من كده. تكتب دي سارة 1. بعد كده نرجع لشات جي بي تي ونختار الحوار التاني بتاع سارة. برضه احنا نعمل اصوات سارة الاول عشان ما نتلخبطش في الصوت اللي احنا عملناه، ونختار صوت تاني ويبقى في لخبطة في الصوت. فاحنا نختار سارة الاول ونعمل الحوارات بتاعت سارة، وبعد كده نختار خالد. ناخده كوبي، بعد كده نرجع للموقع تاني ونحط الحوار هنا وندوس ران. رب، في فرحي احنا بنتجوز ولا بنفتتح حلبة مصارعة؟ انا عايزة دي جي يشغل اغاني رومانسية، مش يلا بينا نكسر الدنيا. انا حاسس ان الحوار اللي هو بنفتتح دي كلمة ما قالتهاش صح، فاحنا نعدلها بجملة تكون سهلة، ونخليها ولا هنفتح، وندوس رن. عشان بس ايه، انت برضك انت لو حسيت ان في حاجة مش مظبوطة، ابدأ اللي انت ايه غيرها، او دوس كذا مرة على رن لغاية ما تظبط معاك. راب، في فرحي احنا بنتجوز ولا هنفتح حلبة مصارعة؟ انا عايزة كده دي جي بقت يشغل أحسن في اغاني رومانسية، في النطق مش بتاعها. يلا بينا نكسر الدنيا. ندوس بقى 3 شرط وندوس داونلود ونسميها سارة 2. اهم حاجة الترتيب. نرجع تاني لشات جي بي تي وناخد الحوار التاني بتاع سارة. وندوس ران. بس لازم نعمل بروفة للزفة يا خالد، مش عايزاك تمشي زي المأمورية العسكرية. مظبوطة. ندوس 3 شرط، النقط دي، وندوس داونلود ونكتب سارة 3. هو الحوار كبير، تمام، في كذا يعني لسه الحوار مخلص بتاع سارة، فاحنا مش هناخد كل سارة، هناخد 3 بس عشان الفيديو ما يطولش معانا، وناخد 3 من خالد. انت كده كده عرفت الطريقة، هتقدر ان انت تعمل كل الحوار مع ايه بنفس الخطوات. واهم حاجة الترتيب، يعني انت تسمي سارة 1، سارة 2، سارة 3، خالد 1، خالد 2، خالد 3. الحوار معاك كذا واحد، تختار كذا واحد. نرجع ناخد خالد بقى، اول حوار لخالد. ونحطه هنا، ننسخه هنا، ونغير الصوت اهم حاجة عشان ايه بصوت يعني صوتي يليق على شاب.
What sparks your interest? ماشي، نختار الصوت ده وندوس رن. وأنا كمان، بس لستي مختلفة شوية. الرقم 1 اهرب. الرقم 2 ندوس بقى داونلود ونكتب خالد 1. حسيت ان في غلط، نعيده وأنا تاني كده كمان، ونشوفه. بس لستي مختلفة كده شوية. أحسن. رقم 1 اهرب. كده احسن من الصوت التاني. ندوس بقى داونلود ونكتب خالد 1. اهم حاجة الترتيب. انت كده عرفت الطريقة. خلينا انا اعمل بقية خالد، وبعد ما اخلص نخش على الموقع التاني دون اللي انا كنت سايبه لكم تحت بردك، وندوس على كلمة تراي، ومن فوق ندوس لوج ان. انت ممكن تسجل بالفيس او الايميل بتاع جوجل جيميل. انا اسجل بالجيميل. ادوس متابعة. الجيميل ده بنبقى عاملينه بس عشان الشروحات. يعني ما بيكونش جيميل شخصي، بنعمل الجيميل عشان يبقى نشرح بيه. ومن هنا نختار اي حاجة تختارها، وهنا اي حاجة، وهنا اي حاجة. بعد كده تقفل دي من الاكس. بعد كده ندوس على افاتار، اي افاتار. وبعد كده ندوس على اللي هي ابلود، اللي هي مش الزرقاء اللي تحتيها، ابلود انيمال، ونختار الصورة بتاعتنا. اول حاجة الحوار بتاع اللي هي سارة، يبقى نختار اللي هي وش سارة بص علينا. بعد ما حملنا الصورة ندوس على كلمة ابلود، ندوس ابلود، نرفع الصوت بتاعنا اللي هو سارة 1. بعد ما احمل معايا الصوت ادوس على كلمة اللي هي فوق جنريت، اللي هي الزرقاء دي. بعد كده كلمة جنريت، هينقلني لصفحة تانية. هيبدأ اللي هو يحمل الصوت على الصورة ويحركها. استنى لغاية ما يخلص. بعد ما خلص معانا ندوس على كلمة بريفيو، ونجرب. لا يا حبيبي، انت مش هتهرب، انت هتتجوزني غصبا عنك. تمام، ندوس داونلود. ونسميها دي سارة 1. اهم حاجة الترتيب، سارة 1.
خلي بالك من موضوع الترتيب عشان انت بترتب الحوار يبقى مظبوط معاك. بعد كده ندوس على نيو افاتار. وندوس تاني ابلود انيمال فوتو. ونختار خالد. انا عامل لك واحده لساره وواحده لخالد بحيث ان انا برضك ابقى عرفتك الطريقه وانا اعمل الاتنين التانيين. بعد كده ادوس على بعد ما يحمل معايا الصوره ادوس ابلود واختار خالد ايه، خالد واحد. احنا عملنا ساره واحد، نختار خالد واحد. بعد ما احمل معايا الصوت ادوس من فوق على كلمة جنريت، وبعد ما كده استنى لغاية برضك بنفس الطريقة اللي هي بتاعت سارة، ونجرب ونحملها. بعد كده نعمل كل الأصوات مع الصور، وبعد ما نخلص أقول لك نعمل ايه. أعملهم أنا بسرعة وأرجع لكم تاني. وانا كمان، بس لستي مختلفة شوية. رقم 1 اهرب. ندوس داونلود ونسميها خالد واحد، برضك أهم حاجة الترتيب. ندوس على نيو افاتار. ندوس ابلود انيمال فوتو. نختار سارة عشان نعمل ايه الصوت التاني. نختار سارة 2. احنا اخترنا سارة 1، دي سارة 2. ندوس جنريت. كده بيحمل معايا. كده ايه نعمل التلاتة سارة والتلاتة خالد ونجهز الفيديوهات، بس اهم حاجة نرتبهم بالاسامي. وبعد كده بعد ما نخلص بعد كده تنزل البرنامج دون على تليفونك عشان نجمع الفيديوهات اللي احنا نزلناها بتاعت خالد وسارة، نجمعهم مع بعض عشان يبقى معانا ايه فيديو واحد. هتلاقي المشروع الجديد، تدوس على كلمة مشروع جديد. هنا هتلاقي الفيديوهات بتاعتك، تبدأ ان انت تسمع فيديو بحيث ان انت تعمل الفيديوهات بالترقيم اللي احنا عملناه، يعني سارة 1 خالد 1، سارة 2 خالد 2، سارة 3 خالد 3. فلازم تعملهم على نفس الترتيب دون. فانت تسمع لغاية ما تشوف ايه اول واحدة. لا يا حبيبي، انت مش هتهرب. يعني دي مثلا اول واحدة، خليني بقى ارتبهم وارجع لكم تاني. وكده كده يبقى احنا نختارنا كله. بعد كده لما نختار كل الفيديوهات خالد سارة 1 خالد 1، سارة 2 خالد 2، سارة 3 خالد 3. بعد كده ندوس نستورد.
كده بعد ما حطيت الفيديوهات كلها هدوس على كلمة التصدير اللي فوق، اقول له 1080 وال30، اسيب الاعدادات دي زي ما هي وادوس على كلمة تصدير واستنى لغاية ما يخلص معايا. كده خلص معايا، نسمع الفيديو. نسمع الفيديو معايا. لا يا حبيبي، انت مش هتهرب، انت هتتجوزني غصبا عنك. وأنا كمان، بس لستي مختلفة شوية. رقم 1 اهرب. راب في فرحي؟ احنا بنتجوز ولا هنفتح حلبة مصارعة؟ انا عايزة دي جي يشغل اغاني رومانسية، مش يلا بينا نكسر الدنيا. طب اسمعي، نبدأ بالمهم، الدي جي. أنا جبت واحد جامد جدا بيغني راب. بس لازم نعمل بروفة للزفة يا خالد، مش عايزاك تمشي زي المأمورية العسكرية. طب وتمارين الزفة دي ايه؟ أنا مش داخل مهرجان، أنا داخل الفرح برجلي مش بلودر. وكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا وعملنا الفيديو. وانت تقدر تاني وتعمل مثلا ان هم موجودين في البيت، ان هم بيعملوا فرحهم بنفس الخطوات اللي احنا عملناها وبنفس البرنامج ده، تجمع الفيديوهات مع بعضيها وتعمل قصة كاملة بأحداث كاملة. وكده وصلنا للنهاية. ولو وصلت معايا لغاية هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك بقية الفيديوهات. احتفل بيها غير على الفيس. لا، ده عيد رسمي، واللي ما عندهمش حبيب بيناموا بدري حتى اسأل سيد أحمد سيكا. طب كويس إن بحترم كلام سيد أحمد سيكا وهعمل اللي يقول لي عليه. والنبي بلاش تهريج، الناس بتشتري دباديب وسلاسل وقلب وبتاع. دبدوب ايه بس يا بنتي؟ ده انا جبتلك وردة السنة اللي فاتت ولسه بتقولي كانت بلاستيك. ما هو علشان فضلت عايشة لحد دلوقتي، استثمار طويل المدى. طيب نحتفل السنة دي بحاجة مختلفة؟ زي إيه؟ ولا أنت بتضحك عليا؟ نروح ناكل كشري، نشرب عصير، نشاهد فيلم رومانسي، ونقول لبعض كل سنة وإحنا جنب بعض ومع بعض.